خلينا نتفق على شغلة، بأنه الطلاب بالفترة هذه قامت تحب أن تدرس بالتابلت أو بالآيباد، وهذا الشيء مثل ما تعرفون ينطي هواي مميزات. يعني بدل ما أنت تشيل هواي ملازم وياك ثقيلة احتمال تضيع أو كذا، فكل شيء يكون مخزون بجهاز واحد تشتغل عليه. أكو ناس ما تحب الدراسة أو القراءة بالآيباد أو التابلت لأنه يتعب العين، وهاي صراحة واحدة من المشاكل اللي أنا كنت أواجهها. فكنت دائما أستخدم الدفاتر والملازم، وبالضرورة كنت أستخدم اللابتوب. يعني إذا عندي ملازم مثلا ما طابعتها أو مثلا الدكتور دز مثلا أسئلة أو كذا، فأضطر أدرسها باللابتوب. بس يعني هذا الشيء كان كل شيء تعب عيني، لأنه أنا شخص يعاني من قصر النظر والاستجماتيزم. أصلا واحدة يعني من الشغلات اللي خلتني إنه أنا ألبس مناظر، لأني كنت أستخدم الشاشات هواي من كنت صغيرة. فيعني بما إنه الطلاب بالفترة هذه قاعدة تحب إنه تدرس بالتابلت أو الآيباد، فتدور على بعض المميزات. فاليوم أنا راح أعرض لكم 10 مميزات تخلي هذا التابلت اختيار ممتاز إذا أنت تريد تشتري التابلت مالتك للدراسة أو للقراءة. نفكر صراحة نجيبه لأبويا، أنا أبويا من مستخدمين الكندل، أوكي، وهمتي أنا عنده تابلت هذا ما بي شحن، ودحاول أشحنه ما يشحن، فظهر إنه ما أدري بيه مشكلة. بس إنه ما يحمل كل الكتب، يعني مو كل كتاب أنت تريده تقدر تحمله بيه. الميزة الحلوة اللي موجودة بالكندل واللي موجودة تابلت هواوي، اللي هو أن الشاشة ما بيها انعكاس، خلينا نقول متعب العين. طبعا أنا راح أسوي لكم الفيديو مقسم على شكل خلينا نقول أجزاء، كل ميزة موجودة. الشاشة مريحة للعين وبدون انعكاس. تعرفون خاصة الطلاب يقضي ساعات كلش هواية بالدراسة على الآيباد، فممكن هذا الشيء يرهق العين. فيا جماعة الخير، هذا أول تابلت بالعالم يجيب هاي الميزة، فما راح تعاني بدراستك بأي نوع من أنواع الإضاءة، سواء كانت بالظلام أو بالإضاءة القوية. وهمتين ماكو بصمات للأصابع أو تكون كلش كلش قليلة. فما راح تحيرون أنه كل ساعة تمسحون الجهاز مالتكم. الميزة الثانية بأنه الجهاز بحجم 11.5 إنش، ورفيع نحافته 6.85 مليمتر، وزنه خفيف تقريبا نص كيلو، فالوزن مالته يخليه مريح بالتنقل، وحجمه تقريبا مثل الورقة، فيعني ما راح ياخذ هواي مساحة بالشنطة. معدل تحديث الشاشة 120 هرتز اللي يعطينا سلاسة بالأداء. الميزة الثالثة اللي هي فعلا الطلاب يحتاجوها واللي يحبون القراءة، اللي هي يعطيك تجربة كلش حلوة تدوين الملاحظات. فهذا راح يختصر وقت كلش كبير بالدراسة، وأنك تسوي تقارير وملاحظات وهذه الأمور. على تطبيق النوت موجود ضمن النظام، ما يحتاج تحمل هنا. أوكي، هذه النوت اللي كتبتها أنا. طبعا واحدة من أهم المميزات اللي لقيتها أنه تقدر أنت تزوم النوتة إلى 15 مرة. بدل ما أنت التلخيص مالتك تكتبه بأكثر من صفحة، أكثر من نوتة، راح تكتبه بنوتة واحدة. يعني حرفيا تقدرون تكتبون كل التفاصيل اللي انتوا تريدوها. أنا نوعت، سويت أشياء صغيرة أشياء كبيرة حتى أشوفكم المميزات اللي موجودة. أول شيء خلينا نروح للفرج اللي موجودة هنا. عندنا 3 أنواع من الأقلام اللي موجودة هنا. مثلا هذا البن اللي موجودة هنا تقدر تتحكم منه بسمك القلم، والناس تتحكم بالشفافية مالته أو التباين. فخليني أكتب مثلا عندنا هنا نجرب القلم الثاني هذا. اوكي، فهنا عندنا هذه الماركر، تقدر منها تتحكم بالشفافية مالته، تقدر منها تتحكم بالكبر الفرشة، وتقدر تختار اما تريدها هذه اللي تكون يعني السن مالتها دائري او تكون مالتها السن حاد. اوكي، خلينا نضيف صورة من الجاليري مالتك او تلتقط صورة حية وتضيفها. أنا ضفتها طبعا قبل شوية فهضيف مرة اللغ. تقدر من هنا تتحكم شوية اختيارات تساعدك بالصورة مالتك تتحكم بيها. مثلا هنا تقصها بشكل مستطيل، أو هنا تقصها بشكل يعني خلينا نقول حر. فخلينا نجربها. هاي بالنسبة للصورة. هنا الكتابة نجرب نضيف مثلا أوكي مثلا انستغرام. هنا تقدر تتحكم بيها براحتك. هذه الميزة. شنو الميزة هاي يا دانيا؟ هذه الميزة تحولك الخريطة مالتك لأشكال هندسية. يعني صراحة إحنا مرات نرسم دائرة، نرسم مستطيل، ما يطلع شكلها حلو. نرسم قلب، وإذا ترسم خط وتخلي النقطة بالأخير راح يسوي لك هنا هذا السهم. النجمة هماتينا. عندنا ميزة هماتينا كلش لطيفة اللي هي هنا هذه تخليك تتحدد أي جزء موجود بالنوتة مالتك وتنقله إلى أي مكان أنت تريده. فهاي الشغلة هماتي كلش مهمة، اللي هي هنا تقدر تسوي مالتك الورقة مخططة
يعني أي تخطيط انت يعجبك، أو تخليها سادة، أو تقدر هنا تغير لون الورقة يعني بقيها أبيض أحسن. تقدر هنا تغير الكفر مال النوت مالتك، هو يخلي لك خوش كفرات حلوة، أو أنت تضيف من الصور مالتك. خلينا احنا نختار فد شي حلو. هذا مثلا حلو. هنا نسينا نقولها اللي هي انه انت لما يعني تكتب هنا تقدر انت تكتب بالقلم، هو يعني يتعرف عليه ويسوي لك اياه يعني خلينا نقول كتابة. اكو ميزة هماتي هنا كلش حلوة، اللي هي شاكو شي انت كتبت بخط ايدك يسوي لك اياه كتابة. تشوفون هنا كتابة مو كلش دقيقة، اعتقد الصوت بالخط مالتي او كذا، يعني يفضل اذا تستخدمون هاي الميزة شوية تشيكوها قبل ما تنسخون الكتابة. واحدة من الشغلات اللي كلش هماتي راح تسهل على الطلاب، خلي اشوفكم اياها، اللي هي تقدر تفتح اكثر من تطبيق بنفس الوقت متصفح على سبيل المثال ويا النوت مالتنا. يعني مثلا هذا الكتابة اللي موجودة هنا لها علاقة بالتلخيص مالتي، فأحددها وقبل هنا أجيبها على النوت مالتي. تقدرون هم مالتي هنا تاخذون الصور بس تسحبوها تجيبوها للنوت مالتكم. تشوفون هنا تقدرون هم مالتين تستخدمون الميزات الخاصة بالقلم. أوكي، هم مالتين داخل تطبيق النوت بس تسحبون من هنا بهاي الزاوية، تختاروا مثلا إنه تسوون نقطة شاشة. خلينا نقول نحدد مثلا من هنا هذه نسوي نقطة شاشة. اوكي هيك خليها هنا نسحبها قبل، راح ينقل لنا اياها للملاحظة مالتنا. زين، اكفت شغلة كلش مهمة مالتين لازم تعرفوها بالنسبة للنوت، مو بس نوت جديد تقدرون تفتحون، تقدرون هماتين تشتغلون على البي دي اف. يعني كل هذا سويناه تشتغلوا على البي دي اف. تروحون هنا على هذه الزائد تختارون import PDF. اوكي، تختارون اي بي دي اف انتم موجود عندكم بالجهاز تقدرون تشتغلون عليه، يعني ملزمة او كذا تختاروها. طبعا هذه الاتوميك هابتس انا اصلا اوريدي فتحتها. شوفوا هنا تقدرون تشتغلون على البي دي اف هذا وكل شيء طبيعي. وهنا الموضوع البي دي اف كلش راح يفيدكم موضوع الزوم اللي 15 مرة. يعني احنا مرات مثلا شايفين بالملازم الورقية نكتب ملاحظة فوق الملزمة هنا مثلا بهذه المساحة ما تكفينا، يعني خلينا نقول عندنا كلش من هاي الملاحظات فما تكفينا هاي المساحة، فنضطر نكتب ورقة وهاي الورقة يمكن تضيع. فهنا ببساطة تزوم براحتك، انت عندك زوم كامل تشتغل عليه. طبعا اضافة الى تطبيق النوت، هواوي موفرت لنا هذا التطبيق اللي هو يختص بالقراءة اللي هو هواوي بوكس. فمثلا اذا نفتح هذا الكتاب اللي موجود عندنا، اوكي، راح نستمتع بتجربة بالقراءة كلش رهيبة. تحب الألعاب، فصراحة التابلت ينطي أداء جيد للألعاب، وإحنا جربناه بلعبة السيارة مثل ما قاعد تشوفون، وبمعالج سناب دراجون 7 الجيل الأول. الميزة الخامسة اللي هي الكاميرا، يعني هي مو أحسن شيء موجود بالحياة، بس هو من يستخدم يعني التابلت حتى يصور بيه. إذا أنت تشتري التابلت حتى تصور بيه يعني لا، يعني الكاميرا الأساسية 13 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، يعني تعطيك جودة لطيفة. راح تلقون هنا الريزوليوشن مال الكاميرا الأمامية والخلفية بالنسبة للفيديو والصور، وبميزة الفولو كام اللي تتبع الوجه أثناء الاجتماعات الأونلاين. ممكن تقولون أن تطبيقات جوجل ما متوفرة بالتابلت، فأي تطبيق أنت تريده تقدر تحمله من خلال الهواوي أب جاليري. هم يعني تقدر أنت تدخل على سوق بلاي وتحمل تطبيقات، وراح أشرح لكم شلون هسه. وإذا ما لقيتوا التطبيقات اللي تريدوها وتريدون تحملوها من البلاي ستور، فراح تروحون على الجو بوكس. أوكي، مثلا هنا تلقون الجوجل بلاي ستور، وراح تقدرون تحملون أي تطبيق تريدونه موجود بجوجل بلاي. على سبيل المثال أنا حملت هاي اللعبة مثل ما تشوفون الدرايف زون أونلاين، حملتها. أوكي، مثل ما تشوفون يعني كلش طبيعي. بالنسبة لمعلومات التابلت مثل ما تشوفون هنا الجهاز يجيب نظام الهارموني أو إس. أوكي، والمعالج مالته اللي هو سناب دراجون 7 الجيل الأول، الرام مالته 8، الستورج مالته هو 256 أوكي جيجا بايت، الشاشة مالته 2200 في 1440. الميزة الثامنة تتعلق بالسماعات اللي موجودة بالتابلت، سماعات ستيريو محيطية، وموجودة تقنية إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، اللي هي لما أنت تسمع شيء تعزلك عن محيطك. ما أدري شلون أوصف الشعور، بس أنه أنت مركز ويا الفيديو ومركز ويا الصوت مالته. الميزة التاسعة تتعلق بالبطارية. في التابلت يجيب ساعة ممتازة اللي هي 7700 ملي أمبير، بيظل وياك تقريبا لحد 10 ساعات ونص هيك شيء. والميزة العاشرة تتعلق بسعره. السعر كلش مناسب أنا أشوفه، اللي هو 465 ألف دينار عراقي.
يجي وياه هدايا بقيمة 134 ألف دينار، اللي هي القلم والغلاف. فسعره صراحة كلش يعتبر ممتاز بالنسبة للميزات اللي موجودة به. اي يا جماعة، فهي هاي المميزات اللي تخليك تفكر تشتري هذا التابلت. اكتبوا لي بالتعليقات هل تفضلون أجهزة هواوي أو تفضلون أجهزة شركة ثانية. لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات حتى توصلكم كل الفيديوهات اللي أنزلها.